السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بمناسبة يوم الجمعة، واحنا بمناسبة التحدي اللي احنا عاملينه ال90 يوم، فده أول جمعة في أول ال90 يوم. ويعتبر احنا بادئين من يوم التلات اللي فات في التحدي، أو يوم الاثنين حاجة زي كده. فاحنا قعدنا بتاع 4 أيام في التحدي اهو، وده اليوم الرابع يعتبر. فحبيت ان اعمل زي نظام جرد الاسبوع اللي فات، النقط اللي عملتها والنقط اللي أنا ما عملتهاش، والنقط اللي قصرت فيها والنقط اللي انا عملتها وحسيت انها استفدت على قد ما اقدر. من اهم النقط اللي انا عملتها كويسه يعني في ال3 ايام اللي فاتوا دول، هو ان صليت الفجر في جماعه في ال3 ايام، وده الحمد لله فضل من ربنا. وصليت يعتبر اكتر الاوقات اللي هي في وسط اليوم في جماعه برضه. في نقط يعني في صلاة الظهر ما صليتوش عشان كنت في محاضرة، ده يوم التلات باين. كنت في محاضرة في المعهد، فما عرفتش أصليه. وفي يوم نمت على الساعة بتاع 10 الصبح، فراحت عليا نومة وصحيت قبل العصر. فربنا يغفر لي ذنوبي يعني، أو يغفر لي التقصير اللي عندي اللي أنا عملته ده. وده يعني حاجة تقصيريا مني، فربنا يغفر لي يعني على تقصير اللي حصل مني ده. والحمد لله في الأجازة ال3 أيام دول الحمد لله رحت جنازتين فيهم. جنازتين، كان في جنازتين في المنطقة اللي أنا فيها، والحمد لله رحتهم، ودول حاجة حلوة. أنا حاسس إن أنا أول مرة أروح جنازات في أسبوع مرتين، يعني ربنا جواني إن أروح. وأول أجازة يعني آخر جنازة كانت ليا رحتها كانت يوم الخميس اللي هو امبارح. فأنا هعمل جرد دلوقتي على الحاجات اللي أنا ذكرتها في ال3 أيام عن طريق التاب. عن طريق التاب ده والحاجة اللي موجودة فيه، بدون عليه كل حاجة بتاعتي، بدونها عليه كل حاجة ذاكرتها، او الحاجات اللي انا ذاكرتها، اي مادة انا ذاكرتها او كده بحاول ادونها عليه عشان تفضل معايا ديجيتال على طول على التاب. والتاب ده دايما بيبقى معايا حتى وانا رايح المعهد او هنا بذاكر او باخد كورس او اي حاجة. والحاجات اللي انا حسيت اللي انجزت فيها ان في شخص كان عاوز ياخد كورس معايا، والحمد لله بدأت معاه يوم الاثنين اللي فات، واعطيته اساسيات الكمبيوتر. بدأنا باساسيات الكمبيوتر وعرفت واحدة واحدة اساسيات الكمبيوتر. وانت الاخر لو حابب تتعلم اساسيات الكمبيوتر، اكسل، وورد، وتتعامل ازاي مع الكمبيوتر، برامج الاوفيس عامة. والحمد لله انا متعلم مجال تحليل بيانات. فلو حابب تتعلم حاجة زي كده فانت ممكن تنزل تكتب لي في التعليقات، وممكن نسيب اي حاجة كده، او تكتب لي في التعليقات. احسن اكتب كومنت في التعليقات اللي انت عايز تتعلم الاكسل او الوورد او اساسيات الكمبيوتر عامة. وان شاء الله نخش معاك زي نظام لايف ولا حاجة، نعرفك بالكورس وكل حاجة وتعرف الكورس بالمواصفات بتاعته، ونبدأ معاك في اقرب وقت ممكن. والحمد لله دلوقتي احنا هنبدأ من اليوم اللي احنا بدأنا فيه. انا بدأت الحمد لله يوم الحد، ما كانش الاثنين او الثلاث. والحمد لله انا صليت الفجر بجماعة في اليوم ده، وقرأت الأذكار في المسجد، وقعدت لغاية ما صليت الضحى. اللي بيصلي الفجر بجماعة في المسجد ويقعد يقول أذكار لغاية الضحى ويصلي الضحى، بيقول لك له عمرة وحجة تامة تامة. يعني بيبقى زي ما انت كده عملت حجة وعمرة في نفس الوقت، او مش عارف حجة بس او عمرة بس. فالحديث مش فاكره كويس. وبعد ما رجعت خدت فطار، فطرت فطار كويس، يكون صح على قد ما اقدر. والمهارة اللي احنا او الحاجة اللي احنا اتكلمنا عليها ان لازم نعملها، اللي هو الكتابة. لازم تكتب عن نفسك او تكتب عن مجال انت بتحبه او اي حاجة. اهم حاجة تكتب او تداون يومك بالكامل في ورقة او في فايل وورد. لازم تكتب كتير. وتاني حاجة كنت بعملها انه بكتب سكريبتات لقناة اكسلاوي اللي هي القناة بتاعتي. كنت بكتب سكريبت، ولو كده ممكن اظهر لك القناة هنا، بتعلمك اكسل، وان شاء الله داخلين في مجال تحليل بيانات قريب. بعد كده حفظت لوح من المصحف. حاولت ان احفظ لوح، لان انا عندي مشكلتين في حاجتين مهمين جدا، وهو حفظ القرآن. وده المفروض الواحد يبقى عنده حفظ قوي، وانا حفظ ضعيف جدا في القرآن. وتاني حاجة الانجليزي، ويا ريت لو حد عنده او مشي في طريقة معينة في الانجليزي وما كانش عنده مهارة كويس فيها وبقى كويس في الانجليزي، يا ريت تكتب لي في الكومنتات هو اتعلم ازاي الانجليزي بطريقة سهلة ومبسطة، عشان انا واجع في الانجليزي خالص. وتاني حاجة قرأت كتاب العادات السبع الناس الأكثر فعالية.
وده اللي انا عملته طول اليوم. واول يوم ده كان في ضغط قبل اليوم ده عليا وبتاع، فما ذاكرتش حاجات كتير. تاني يوم عملت نفس اللي عملته اول يوم، اللي هو قرأت اذكار الصباح وصلاة الفجر بالجماعة، ورجعت كتبت زي نظام الكتابة. لازم تكتب كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر والاذكار والاكل الصحي وكده. لازم تكتب اي حاجة تخص حياتك. يا اخي اكتب مشاعرك في اليوم ده، هتبقى اكتب، دون زي نظام. اكتب الحاجة اللي انت هتذاكرها النهاردة، وحاول في اخر اليوم تكتب انت مودك كان عامل ازاي طول اليوم، حياتك كانت ماشيه ازاي طول اليوم. فالكتابه بتوعي دماغك، بتوعي انت كنت ماشي ازاي طول الاسبوع، وبتوعيك انت فاهم الدنيا ازاي، انت اتعلمت ايه من الجزء ده. وتكتب بطريقتك انت، ما تحاولش تبتكر طريقه تكون صعبه. انت فاهم؟ لازم تكتب كل يوم. تاني حاجة، أنا كنت حابب أتعلم كورس محاسبة مالية، والحمد لله خلصت نص الكورس في مدار الأربع أيام، وكنت بطبق عليه أول بأول. وأنا أصلا الحاجات اللي كان بيشرحها أكترها كنت عارفها قبل كده، فأنا كنت بكتب على طول اللي بيقوله، وكنت بذاكر واطبق في نفس الوقت. والحاجة اللي بعد كده اللي هو الانجليزي، ومن كورس ابراهيم عادل. والانجليزي مش عارف، فيه معضلة معايا جامد في الانجليزي، مع ان حافظ مصطلحات كتير بالنسبة لمجال تحليل البيانات ومجال المحاسبة ومجال التجارة عامة. حافظ مصطلحات كتير، ولكن المعضلة عندي اللي انا عاوز بعد كده لو حد بيكلمني بالانجليزي اعرف اتكلم معاه اكتر. ومش عارف لو زاد الوقت مش عارف احدد نقطة ضعف في ايه عشان اقويها، وما بعرفش استمر في كورس. فلو حد عنده نصيحة في حتة زي دي يا ريت يكتبها في الكومنتات. واي حد عنده معضلة في حاجة معينة يكتبها في الكومنتات برضو، عشان لو انا عندي المعلومة اعرف افيدك، ولو انا ما عنديش المعلومة غيرك يفيدك في الكومنتات او يقول، وانا نطلع في فيديو نتكلم في حاجة زي دي. و... وعملنا الكورس اللي أنا كنت جاي لك عليه، يعني كورس كان في واحد عاوز يتعلم كورس، يتعلم اساسيات الكمبيوتر وكده، ويتعلم حاجات كتير في الكمبيوتر، لانه هو شغال في شركه وما يعرفش حاجه في الكمبيوتر خالص، فهو حب يتعلم الحاجات دي. وبعد كده رحت الجيم، وهنا بدأت مرحله الجيم، واتكلمنا عليها في فيديو، واتكلمنا ازاي اما تروح جيم تبدأ ازاي بطريقه صح وكده. و والحاجة المهمة اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده في اللوجات اللي فاتت، اتكلمت إنك لازم تهتم بقيام الليل وقراءة القرآن على قد ما تقدر. والثلاث نقط والنقطتين دول لازم تهتم بيهم في آخر اليوم، لأن دول اللي هيحسسوك براحة نفسية في آخر اليوم، وهتحس إن كان عليك ضغط طول اليوم واتشال واتزاح من عليك خالص. وده اللي أنا مشيت عليه طول الثلاث أيام اللي كانوا موجودين معايا، اللي هو اتنين تلات أربع خميس، 4 أيام. الاربع ايام دول انا مشيت عليهم في الخطوات دي، ولكن يوم الخميس ما اشتغلتش على نفسي كتير، بس ذاكرت على قد ما اقدر. ويوم انا ده كلته بقول لكم اللي موجود في التاب اللي انا مسجل عليه كل حاجه، بس هو مش عارف مش واضح ليه. فلو وضح معاكم يبقى احسن. فالحمد لله، يعني في تطبيق انا بسجل عليه الحاجات دي، لو كده ممكن اعمل لكم عليه فيديو. يعني بسم الله ما شاء الله التطبيق ده جامد جدا، فيه مميزات جامده، انك تلخص كتب وتقرا بي دي افات من عليه وتشخبط وتعمل اللي انت عاوزه، وتعمل انت ملخصات لنفسك في كتاب وبتاع. ده من كلته من على تطبيق واحد. التطبيق ده بيحل لك كل حاجه. والحمد لله الاربع ايام دول عدوا بكل خير وسلامه. واكتسبت مهارات كتير في الاربع ايام دول، لان انا حاطط لنفسي تحدي، وان شاء الله التحدي ده هفوق عليه وهوصل لنقطة كويسة. ومن ضمن الحاجات اللي حسيت فيها بتحفيز من يمة الشغل. فالحمد لله ناس كلمتني بخصوص ان اشتغل معاهم كمحاسب، وناس كلمتني ان اشتغل معاهم كداتا انتري، ادخلهم بيانات في السعودية وفي مصر. فالحمد لله ده كله بفضل من ربنا. ولو حاسس ان الفيديو ده فادك، او حاسس ان الفيديو ده غير في طريقة تفكيرك شوية، يعني يا ريت تعمل شير لواحد صاحبك يكون واقف زي واقف مكانه وعاوز يتغير. وحاول على قد ما تقدر كل يوم تمشي خطوة بخطوة، وتكتب كل حاجة في الكومنتات معانا عشان نستفيد ونفيدك. ويا ريت على قد ما تقدر تكتب اي حاجة في الكومنتات، عشان التفاعل واجع جدا مع الكومنتات. فاحنا عاوزين نتفاعل مع بعض، مش عاوزين تشاهد الفيديو وخلاص وتطلع وتعمل سكرول. فاحنا عاوزين نفيد ونستفاد كلنا. وكده خير كلامي. سلام عليكم.